سقوط طيارة موجهة في طابة، سقوط مقذوف بالبحر الأحمر بمدينة نويبع بالقرب من محطة كهرباء نويبع. تحقيقات بتحصل وعايزين يعرفوا المدار اللي طلع منه الصاروخ ده أو المقذوف ده، والناس كلها بتطالب بالرد الفوري. طب الرد على مين وأنا معرفش الصاروخ ده ولا المقذوف ده طلع منين؟ هتقولي ما احنا كلنا عارفين. هقولك كلنا عارفين، لكن معكش دليل قاطع بيثبت الكلام ده، وبالتالي ما تقدرش ترد في التو واللحظة. وللأسف خلينا استشهد بجيش اللي ما يتسموش. لما حصل عليهم اول ضربة في 7 اكتوبر اخدوا من 36 ل 48 ساعة عشان يردوا. انت عايز ترد في التو واللحظة؟ الكلام ده ينفع لو انا جيت قلت لك ده انا بتعارك تحت البيت، لكن لما الكلام ده يكون في حرب بين دولتين ما ينفعش. اما بالنسبة لشوية الخنازير ايا يكن بقى هم من انهي دولة، شوية الخنازير اللي هيدخلوا في الكومنتات وبيدخلوا في اي كومنتات عند اي حد بيتكلم عن الجيش المصري ويقول لك ان الجيش المصري ضعيف وان مصر ضعيفة وان مصر ما تعرفش ترد. بص يا خنزير انا هجيبها لك من تحت